ازاي نعرف لن 2.4 بوزيتيف ولا نيجاتيف من غير ما نستخدم الكالكوليتر؟ اول حاجة اصلا يعني ايه الشكل ده؟ ده معناه انه e to the power رقم احنا مش عارفينه اللي هو هنا، وليكن هنسميه m، فبقى e to the power m equal الرقم اللي هو هنا اللي هو في الحالة دي 2.4. 2.4 دي طبعا اكبر من ال1، واكيد ال e دي اللي هي 2.718 الى اخره. طيب انا هنا مهمتي اعرف انه الام دي بوزيتيف ولا نيجاتيف بس من غير ما استخدم الكالكوليتر. طيب ازاي اعرف؟ خلينا نبعد لمدة ثانيتين كده عن اللين والاي. دلوقتي لو انا عندي رقم تاني وليكن 10 مثلا، اوكي، to the power 2، طبعا دي اللي هي 100. تمام، لو انا اخدت نفس ال 10 دي وخليت ال 2 دي نيجاتيف، يعني عملت 10 to the power negative 2، دي اكني عملت بالظبط 1 over 10 to the power 2، يعني 1 over 100 اللي هي 0.01. دي اكبر من ال1، دي اقل من ال1. طبعا مع الاخذ في الاعتبار ان الرقم ده اكبر من ال1 وبوزيتيف زي الاي، فانا اقدر اطبق نفس الكلام ده على الاي برضو. يعني انا كده معناها ان الاي الام دي هتكون بوزيتيف لان الرقم ده اكبر من ال1. طيب خلينا نطبقها على الجراف ممكن توضح اكتر. دلوقتي ده هو الجراف بتاع اللين اكس، طبعا بشكل تقريبي يعني، وهنا النقطة دي اللي هي ال1. تمام، لو انا عوضت برقم اكبر من ال1 هيطلع لي الناتج فوق هنا كده. لو انا عوضت برقم اصغر من ال1 هيطلع لي الناتج تحت في الحتة دي كده في النيجاتيف. ده كده النيجاتيف بتاع الواي، وده كده البوزيتيف بتاع الواي، وده كده البوزيتيف بتاع الاكس، وده كده النيجاتيف بتاع الاكس. طيب هنلاحظ ان الجراف ده او الكيرف ده كده بتاع الفانكشن مش جاي الناحية دي خالص. طيب ليه؟ لان انا ما ينفعش اعوض الاكس دي بنيجاتيف خالص، لانه احنا قلنا ان دي معناها انه e to the power m equals x. طيب انا ما عنديش خالص اي رقم هنا، مهما حطيت اي رقم هيطلع لي رقم نيجاتيف، عشان كده الجراف مش بيعدي على الناحية دي خالص، ما ينفعش اعوض بنيجاتيف x. وبكده نقدر نعرف لين اي رقم بوزيتيف ولا نيجاتيف بدون ما نستخدم الكالكوليتر. يعني مثلا دلوقتي لو قلنا مثلا لين 0.85، فدي احنا منعرفش هي بكام، بس احنا هنبقى متأكدين ان هي هتبقى نيجاتيف. لو مثلا لين 3.15 احنا برضو منعرفش هي كام، ولكن هنبقى متأكدين ان هي بوزيتيف.